بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة قرب شهر رمضان، ويا رب الأيام تعود علينا بخير دايما يا رب إن شاء الله. موضوعنا النهاردة كده محتاج بس كده مزاج رايق. فورقة وقلم كده وتعالى اكتب النقط ديت سريعا كده معايا. ولو مش فايق سيب الفيديو ده وابقى اتفرج عليه وانت فايق. تمام؟ لو لسه صاحي من النوم ولا عايز تنام ولا حاجة بتفرج على الفيديو ده وانت فايق. مبدئيا موضوعنا النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ضرورية جدا، وكلنا بلا استثناء بنغلط فيها. آه، قلة النوم. قلة النوم تعتبر تاني أخطر حاجة على كوكب الأرض بعد المخدرات. المخدرات بتدمر خلايا المخ، الخلايا العصبية، بتضيع الإحساس. سواء بقى الإحساس بالسخونة، بالبرودة، باللمس، بالأشياء عموما. وبتضيع الإحساس بقى بالوقت بقى عموما، يعني ده الأخطر. آه، والأخطر من ده كله إن الخلايا العصبية اللي بتتلف سواء في المخ أو في الأعصاب الطرفية ما بتتجددش. يعني أنت لما بتتمرن في أي تمرين، سواء تمرين أوزان مثلا، بتشيل أوزان أو بتلعب حديد يعني، أو بترفع أوزان تقيلة، أو بتجري أو بتعوم أو أي كان نوع الرياضة بتاعتك، لما بتتمرن بعض الالياف في الخلايا العصبيه، الخلايا العضليه بعض الالياف فيها بتتلف، بتتدمر، بتتقطع، بتبوظ. بتتعوض بالتغذيه الجيده، كميه كربوهيدرات كويسه، كميه بروتين محترمه تعوض الكلام دوت، تدي فائض. فبتزود الحجم بتاع الخلايا الحيه اللي هي موجوده، وبتعوض الجسم بكمية بروتين محترمة. الجسم اوريدي تلقائي بيجدد الخلايا اللي ماتت بيها. تمام كده؟ لكن العكس صحيح في الخلايا العصبية. الخلايا العصبية اللي بتموت خلاص ما بيطلعش مكانها تاني، ما بتتجددش. يعني لك ان تتخيل ان الانسان من يوم ما بيتولد لغاية ما بيموت ايا كان سنه بقى ايه، عايش بنفس الخلايا العصبية اللي اتولد بيها. تمام كده؟ فهي دي المشكلة، دي المشكلة الخطيرة، سواء للمواد المخدرة ده اللي بتدمر الجهاز العصبي ككل، ونفس التوقيت برضو نفس التأثير بتاعه، بس طبعا أقل شوية بالنسبة للنوم. عملوا تجارب على الناس اللي ما بتنامش، وعملوا تجارب على أسرى حرب. طبعا تجارب يعني محرمة دوليا أصلا يعني، بس اتعملت على أسرى حرب إن قعدوا فترة ما ينيمهمش. الفترة ديت مش فاكر التجربة بالظبط، بس كان في حد كان في فيديو مفصل كان اتكلم عن حاجة زي كده. حاولوا يشوفوا الناس ما لو ما نامتش لمدة 30 يوم إيه اللي ممكن يحصل لهم. طبعا هو مبدئيا بعد اليوم الثالث الرابع الإنسان بيفقد الشهية ويفقد الإدراك ويفقد التوازن ويفقد جزء كبير جدا من وزنه. ويبتدي الجسم يحرق في نفسه. يعني ايه يحرق في نفسه؟ يعني بيبتدي ياكل نفسه عشان في خلل حاصل. النوم دوت سبحانك يا رب دي الحاجة الوحيدة اللي ملهاش حاجة تتعوض. يعني انت لو ما اكلتش حاجة طبيعية مثلا، لو ما اكلتش كمية بروتين طبيعية، ممكن تعوضها ببعض الحاجات الصناعية، مكملات مثلا او فيتامينات او حاجة زي كده. لو ما بتاكلش اكل متوازن ممكن تاخد فيتامينات مالتي فيتامينز مثلا. ما بتاخدش معادن في الاكل بتاعك ممكن تاخد معادن في شكل كبسولات او حقن او حاجة زي كده. لكن النوم تحديدا ملوش بديل، ما بيتعوضش. لان الانسان وهو نايم الجسم اولا بيفرز هرمونات، بيفرز عناصر بناءة، بيفرز الياف، يعني بيجدد الالياف بتاعته، بيجدد النشاط الذهني، بيجدد النشاط العصبي، بيجدد النشاط العضلي. كل خلية في جسمك بتنشط وانت نايم. اللي يبان ان النوم دوت انت بتنام فيه جسمك بيسترخي تماما والموتة الصغرى، يعني ان الواحد بيبقى تقريبا شبه ميت. بس اللي بيحصل ان الجسم بيعيد بناء نفسه وهو نايم. انت يتهيألك ان انت نايم خلاص، ما فيش اي حركة، ما فيش اي نشاط، ما فيش اي حاجة. لا، ده جسمك شغال من جوه. سبحان الله، يعني دي حاجة ربنا عملها في جسم الانسان، حاجة غريبة. ف
القصة وما فيها ان انت دلوقتي وانت نايم الجي اتش جروث هرمون بيتفرز في جسمك بالكميات المناسبة لنمو جسمك. الكالسيوم بيترسب في العظم بتاعك، المغنيسيوم بيترسب في العضلات بتاعتك وفي العظم بتاعك، وهكذا بقى كل حاجة بتتجمع بتروح في الحتة اللي المفروض تروح فيها وانت نايم. طيب عدد الساعات اللي المفروض الواحد ينامها ايه؟ المفروض العلماء بيقولوا من 6 ل 8 ساعات، وفي ناس تانية بتقول من 7 ل 9 ساعات. اقل من كده قليل، واكتر من كده كتير غلط. نتكلم ونقول المتوسط بتاعك 7 ساعات. 7 ساعات متهيألي عدد ساعات كافيين جدا ان الواحد يبقى جسمه خد راحته، يقلوا شوية يزيدوا شوية، بس في الحدود دي، في الرينج ده. طيب اللي بينام اقل من كده تلاقيه صاحي التوازن والادراك بتاعه مش مظبوط. طب لو يوم كمان نفس الكلام، يعني جرب كده لو نمت مثلا عدد ساعات اقل شوية، هتلاقي التركيز اقل، الحواس بتاعتك اقل، السمع بتاعك اقل، البصر بتاعك مش قد كده، الرؤية بتاعتك مش قد كده، مزاجك مش رايق، المود بتاعك مش حلو، انفعالاتك سريعة جدا وغضبك سريع جدا والضغط بتاع دمك عالي ومشاكل كتيرة جدا هتحصل لك. طب لو فضلت على كده فترة، لا مش هتعرف تستحمل. عشان كده الناس اللي بتطبق او الناس اللي بتسهر كتير بيجي لهم وقت بعد 3 4 ايام تلاقيهم يقعوا، لازم يقعد نايم له مثلا نص يوم ولا حاجة. طيب هل ده صح؟ لا هو مش صح، بس الجسم غصب عنه بيعمل كده علشان يجبرك ان هو ياخد جزء من كفايته اللي انت حرمته منها غصب عنه. الجسم ذكي جدا، في منتهى الذكاء اللي انت ممكن تتخيله. الجسم البشري ده في منتهى الذكاء اللي ممكن اي حد يتخيله. ناقصه حاجة معينة، تلاقي الشهية بتاعتك راحت لها، ريقك جري عليها. محتاج حاجة معينة، تلاقيه عمل حاجة عشان يخليك انت تعمل. يعني مثلا انت عطشان، تلاقي ريقك نشف. ريقك نشف دوت، تلاقي بقك ملزق كده مش قادر تتكلم، لسانك ناشف. فلازم هتعمل ايه؟ هتبل ريقك، يعني هتشرب ميه. واضح كده الكلام؟ وهكذا بقى في كل حاجة جسمك محتاجها. تمام. طيب نيجي نبص. لو النوم، انا اسف الصورة اتهزت شوية. لو النوم عدد ساعاته زاد، ايه التأثيرات السلبية اللي ممكن تحصل؟ ده غالبا بيحصل لما الشباب الصغيرين في سن مثلا اعدادي وثانوي وكده بياخدوا اجازة الصيف، ما بيبقاش وراهم حاجة مهمة تشغلهم، بيسهر طول الليل بينام طول النهار، فتلاقي نفسه بينام عدد ساعات كبير جدا، وفي نفس التوقيت بيسهر في وقت كتير جدا الوقت ده المفروض يبقى نايم فيه عشان جسمه يستعيد بنائه. فتلاقي الجسم بيحصل فيه حالة من الوخم والكسل وغالبا بيبقى فيه سمنة مفرطة زيادة في الوزن، لأن بياكل في أوقات مش مظبوطة. بياكل في وقت المفروض يبقى نايم فيه، تلاقيه بياكل الساعة 2 3 الفجر، وبيفطر الساعة 3 4 العصر، بيتغدى الساعة 5 6 المغرب، بيتعشى الساعة 10 بالليل، على الساعة 1 2 ياكل تاني، على الساعة 3 4 ياكل تالت. فصباح الفل الدنيا بتبقى ملخبطة آخر لخبطة يعني، وكله بيبقى غالبا فاست فود وحاجات سناكس وحاجات مقرمشة وحاجات كده، فبتبقى الدنيا معاه بايظة آخر بوظة. ده بالإضافة لأن الهرمونات بتاعت جسمه اتغيرت، اتلخبطت، لأن جسمه ما خدش راحته في الوقت الكافي، في الوقت اللي هو المفروض ياخد راحته فيه علشان يعيد بناء نفسه. فالجسم بيحصل فيه عمليات هدم أكتر من عمليات البناء. هو طبيعي الجسم الطبيعي بيحصل فيه هدم وبناء، لكن المفروض عشان يحصل نمو يكون البناء اكتر من الهدم. تمام كده. طيب الشخص اللي بيسهر كتير دوت بيحصل عنده العكس، بيبقى عنده عمليات الهدم اكتر من عمليات البناء. تلاقيه لو خد دور برد، الدور البرد المفروض يقعد معاه 4 5 ايام في اليومين دولت، يعني في الزمن اللي احنا فيه ده يقعد معاه 4 5 ايام، تلاقيه مطول يقعد معاه اسبوعين. طيب الناس اللي بتنام عدد ساعات كتيرة نفس الكلام برضو، نفس الكلام، تلاقي نفس الاضرار اللي بتحصل لها، اللي بتحصل للي بينام عدد ساعات قليله، هي نفس الاضرار اللي بتحصل لهم، مع اختلاف ان الجهاز العصبي بيبقى واخد كفايته من الراحه ومن النوم، وبيحصل فيه نوع من انواع التراخي والكسل نتيجه النوم الزياده، نتيجه افراز الهرمونات الزياده في جسمه. هرمونات زايده عن الحد اللي المفروض ياخده.
فبيصحى مثلا وهو نايم 7 8 9 ساعات، مثلا 10 ساعات 11 ساعة، تلاقيه صاحي جسمه مكسر، تلاقيه دماغه مصدعة، تلاقي يحس بصداع جامد قوي. طب ليه صداع جامد؟ ما هو نايم بقاله 12 ساعة مفيش مية دخلت في جسمه، مفيش بقاله 10 ساعات ولا 11 ساعة مفيش مية دخلت في جسمه، محتاج يشرب مية باستمرار. زي مثلا لما تكون انت صايم، مع فرق التشبيه طبعا مفيش فرق، مفيش وجه تشابه بين الصيام والنوم الكتير، بس اللي انا اقصده الجسم اتحرم من المية فترة طويلة، مع طبعا الهرمونات الزيادة في الجسم، مع طبعا ان هو جسمه فضل ثابت لفترة طويلة، جسمه فضل في وضع واحد او في وضعين مختلف، في وضعين قريبين جدا من بعض فترة طويلة. ده بالاضافة لانه بينام غالبا في اوقات الجسم مش المفروض ينام فيها، الجسم المفروض ينام بالليل. النوم الطبيعي اللي بيتفرز المفيد اللي بيتفرز فيه الحاجات اللي الجسم محتاجها، هو طبعا سهر طول الليل، ادي كده ضيع الفترة بتاعته، ونام طول النهار اللي المفروض الجسم يبقى نشيط فيها، المفروض الجسم يبقى نشيط ومفتح ويقظ ويتعرض للشمس ويطلع سلالم وينزل سلالم ويتحرك ويروح ويجي. لا، انت نيمت جسمك في التوقيت ده وصحيته في التوقيت ده، قلبت موازين جسمك كلها. فشباب، انا النهارده في الفيديو ده حابب اقول لكم ان النوم من اهم الحاجات اللي ممكن تستفيد منها في حياتك. انت تقريبا بتبقى نايم تلت عمرك. يعني لو واحد عنده 30 سنة بحسبة بسيطة كده، لو بينام 8 ساعات من ال 24 ساعة بحسبة بسيطة كده، يعني انت نايم 10 سنين من ال 30 سنة. العشر سنين دول هم اللي بيخلوك تعيش ال 30 سنة بتوعك، تعيشهم بصحة جيدة، بذهن جيد، بتفكير صافي، بقدرات ذهنية كويسة، عشان تقدر تكمل في أي كارير أنت موجود فيه. في بعض الناس بيسهروا كتير علشان يحصلوا أكتر، علشان وراهم حاجات مهمة أكتر، ده بيبقى الوقت معين لفترة معينة ومش كل الناس تقدر تعمله، ولو عملوه قبل سن قبل فترة النضج أو البلوغ الجسماني، بيأثر بالسلب على جسمهم. تلاقي جسمهم ما خدش كفايته في النمو، تلاقي عندهم بعض الوظائف فيها اختلال، تلاقي عندهم بعض الوظائف فيها اضطراب، تلاقي عندهم بعض الغدد مش مظبطة. فكل دي أضرار بيعملها قلة النوم أو كتر النوم، بالذات قلة النوم دي قاتلة. فمن فضلكم يا شباب، الناس اللي بتسهر والناس اللي بتطبق والناس اللي بتضرب يومين على بعض وثلاث أيام على بعض، والناس اللي بيبقى عندها تمرين الفجر الاقيها مطبقه وجايه تمرين الفجر الصبح، بيبقى شكله باين. يعني اللي شكله لسه صاحي من النوم غير اللي شكله لسه ما نامش، فبيبقى شكله باين حتى لو واخد كفايته في النوم اليوم اللي قبليه. لو نايم مثلا من العصر للساعه 10 11 بالليل وصاحي بقى لغايه تمرينة الفجر، لا بيبقى باين برضو عليه، وبيبقى اداؤه في الميه زي الزفت او اداؤه في التمرين زي الزفت. غالبا ما بيقدرش يكمل، ولو كمل تبقى ارقامه بعيدة جدا. لو داخل الجيم بيشيل اوزان اي كلام، ما بتقربش لاوزانه خالص نهائي. فمن فضلكم لو سمحتوا، اظبط يومك، خد كفايتك من النوم، خد كفايتك من الاكل، وانتظروا فيديوهات تانية جاية قريب ان شاء الله باذن الله كتير، وخاصة مع قرب شهر رمضان. وفيديوهات الحمام والعصافير انا فاكرها مش ناسيها، اعملها لكم برضو ان شاء الله باذن الله بالتدريج كده واحدة واحدة. وفي مفاجآت حلوة قوي هنزلها لكم على الواتساب في الستوري ان شاء الله باذن الله النهارده او بكره بالكتير. شكرا، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.